آه، أنا اللي باوزن الدهب. أيوه باوزنه وباعرفه من الميزان، ومش بس كده، أنا كمان اللي سيّحت الدهب. عايزين تشوفوني سيّحته إزاي ووزنته إزاي؟ تعالوا معايا. ما هي الزبدة الحلوة بتتعرف من كذا حاجة، ريحتها وطعمها وملمسها. شوفوا، حطيتها في إيديا ولا الكريم دابت واختفت، ولا بتلزق ولا أي حاجة، والريحة قلبة المطبخ. لسه جايباها من الفريزر وحطها. شوفوا، لسه طالعة من الفريزر، مجرد ما بتلبسوها ناعمة وجميلة وطرية. وهحطها على النار ونشوف وهنسيحها. طب يا أمل، ما ممكن ميزانها يبقى صحيح. جبت قبل كده زبدة كان ميزانها حلو، بس لا طعم ولا ريحة. يبقى أهم حاجة الطعم والريحة والملمس، وكمان الميزان. الزبدة الصح بيبقى ميزانها صح وريحتها حلوة وبتقلب المكان. مين فيكم بيحب يسيح الزبدة في البيت زيي؟ شوفوا شوفوا، ما فيهاش شرش ولا لبن اهي. والميزان هو اللي هيحدد معايا. اولا انا اتاكدت ان دي طبيعي وريحتها حلوه ولونها وكله دهب في دهب. بعد كده هسيحها واسيبها تسيح معايا وهديلها النار زي الشمعة. شوفوا ده اللبن بتاعها كده، اسيبها كده على النار خالص. كل شوية ابص عليها واتابعها لغاية الوش ده ما يروح، وتعمل اجمل طبق مرتة تحت. طبعا برش لها شوية ملح. والزبدة الحلوة عشان تعرفوها، الكيلو زبدة بيعمل لي كيلو الا ربع سمنة بالظبط، ودول كانوا 2 كيلو زبدة. طلعوا لي كام؟ العلبة دي خدت ادي 1005 جرام، يعني كيلو 5 جرام. وبقيتهم حطيتها في العلبة الأصغر، طلعوا 450 جرام، ومعانا 5 جرام يبقى 455. فاضل يا أمل 45 جرام. ما أنا سايباهم في الحلة مع المرتة، أولادي بيحبوهم. دايما بعمل المرتة أسيب، يعني دي طلعت بالظبط كيلو ونص. الاتنين كيلو، كيلو ونص. كيلو الزبدة بيديني كيلو الا ربع سمنة، وده ميزانها الجميل. وشوفوا بقى الطعم، شوفوا القوام، مرملة وهشة والله، وبتدوب في البق. يلا قوموا هاتوا زبدة في البيت وسيحوها، جميلة وطعمة. هتعرفوها من ريحتها وملمسها وطعمها وكمان ميزانها. ايه رأيكم؟ انا سيحت الدهب ولا ما سيحتش الدهب؟ ومش بس كده، وزنت الدهب قدامكم وطلع عيار 24. مع السلامة.